بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل بقية المحافظات. هنحل النهاردة إن شاء الله محافظة الإسماعيلية. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. 1. تكون العجلة نقط إذا تزايدت سرعة الجسم بمرور الزمن. طالما قال لك تزايدت سرعة، طالما شفت كلمة تزايدت يبقى أعرف إن العجلة دي عجلة منتظمة موجبة. طب لو قال لك تناقصت يبقى عجلة منتظمة سالبة. هنا بيقول لك تزايدت يبقى عجلة منتظمة موجبة. عجلة منتظمة موجبة. السؤال اللي بعده بيقول لك المرآة الكرية لها محور نقط 1. طبعا احنا عارفين ان المراية لها محور اصلي واحد بس، لكن لها عدد كبير من المحاور الثانوية. يبقى المرآة الكرية لها محور اصلي واحد، اصلي. رقم 3. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت هي نقط وتعتبر كمية متجهة. طالما قال لك في اتجاه ثابت يبقى ده تعريف الإزاحة. طب وإيه اللي يأكد لي إن هي الإزاحة؟ عشان قايل لك كمية متجهة، وإحنا عارفين إن الإزاحة كمية متجهة، يبقى الإزاحة. رقم 4. الصورة نقط يمكن استقبالها على حائل. الصورة اللي يمكن استقبالها على حائل دي صورة حقيقية، لكن الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل دي صورة تقديرية. يبقى هنا الصورة نقط يمكن استقبالها على حائل دي الصورة الحقيقية. السؤال اللي بعده بيقول لك أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط. إذا وضع جسم على بعد 40 سنتي أمام عدسة محدبة بعدها البؤري 20 سنتيمتر تتكون له صورة على بعد 10 سنتي. عشان أحل سؤال زي كده، أول ما أشوف كلمة بعدها البؤري اللي هو عين، يعني عين بتساوي إيه هنا؟ 20. إحنا عارفين إن نق بتساوي 2 عين، يعني 2 في 20 ب40. طب هنا بيقول لك إذا وضع الجسم على بعد 40 سنتي. 40 سنتي يعني موجود عند ميم، عند مركز التقور، واحنا عارفين لو الجسم عند مركز التقور بتطلع صورته برضو عند مركز التقور. يبقى تتكون له صورة على بعد 40 مش 10. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا احتوت نواة حبة لقاح نبات على 10 كروموسومات فإن نواة أوراقه تحتوي على 5 أزواج من الكروموسومات. خدوا بالكم بقى من الحتة دي. حبة لقاح، أول ما أشوف حبة لقاح أو حيوان منوي أو بويضة، التلاتة دول أعرف إن فيهم نص عدد الكروموسومات، يعني إن. لو شفت أي حاجة تانية غير التلاتة دول يبقى أعرف إن فيها العدد الكامل من الكروموسومات، يعني 2 إن. يعني لو دي فيها 10 يبقى دي فيها 20، الضعف على طول. طب هنا حبة اللقاح فيها 10، يبقى الأوراق هيبقى فيها إيه؟ الضعف. يعني لو دي 10 دي هتبقى 20، يبقى دي هيبقى فيها 20 كروموسوم. هو هنا بقى مش عايزها ب20 كروموسوم، لا هو عايزك تتكلم بالأزواج. هو ال20 دي يعني كام زوج؟ يعني 10 أزواج. يبقى بدل ما أكتب 5 أزواج أكتب 10، عشان 10 أزواج يعني 20 كروموسوم. 20 كروموسوم. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل اللي هو ده تكون زاوية الانعكاس 180. بصوا كده، الشعاع سقط عمودي. طالما سقط عمودي يبقى هينعكس على نفسه أو يرتد على نفسه، يعني زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي 0. يبقى هنا زاوية الانعكاس بتساوي 0. رقم 4. النسل الناتج من التكاثر الخضري يكتسب صفات وراثية جديدة تجمع بين صفات الأبوين. خد بالك، احنا عندنا التكاثر يا إما تكاثر جنسي يا إما تكاثر لا جنسي. التكاثر الجنسي بيحتاج إلى فردين، ذكر وأنثى، يعني فردين أبويين. لكن التكاثر اللا جنسي بيحتاج لفرد أبوي واحد. طب هنا بيقول لك أبويين يعني 2، يبقى ده التكاثر الجنسي، عشان التكاثر الجنسي بيحتاج لفردين أبويين. يبقى هنا التكاثر الجنسي مش التكاثر الخضري. السؤال اللي بعده بيقول لك علل تزود السيارات بعداد السرعة. ليه؟ عشان نعرف السرعة بطريقة مباشرة. هقول له لمعرفة سرعة السيارة بطريقة مباشرة.
السؤال اللي بعده بيقول لك اختلاف كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران بين دولتين باختلاف اتجاه الرياح. لأن لما بتكون الطيارة في نفس اتجاه الرياح السرعة المتجهة بتزيد وكمية الوقود بتقل وكمان زمن الرحلة بيقل. لكن لما تكون الطيارة في عكس اتجاه الرياح اللي بيحصل بتقل السرعة المتجهة وبتزيد كمية الوقود المستهلك وبيزيد زمن الرحلة. هكتبها له ازاي؟ لأني عندما تكون الطائرة في نفس اتجاه الرياح تزداد السرعة المتجهة وتقل كمية الوقود المستهلك ويقل زمن الرحلة، والعكس صحيح. السؤال اللي بعده بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. 1. سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراكب ساكن أو متحرك. متهيألي كلنا حافظين التعريف ده. سرعة بالنسبة يعني السرعة النسبية، السرعة النسبية. رقم 2. أجسام خيطية الشكل. متهيألي عرفت الإجابة من قبل ما أكمل. أجسام خيطية الشكل توجد في أنوية الخلايا وتمثل المادة الوراثية للكائن الحي. أول ما يقول لك أجسام خيطية على طول أقول له الكروموسومات، الكروموسومات أو الكروموسوم. السؤال اللي بعده بيقول لك مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة. إزاحة وثانية، إزاحة وزمن يعني السرعة المتجهة، عشان السرعة المتجهة هي الإزاحة على الزمن الكلي، يبقى السرعة المتجهة. السؤال اللي بعده بيقول لك عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدين الداخليين بالمجموعة الرباعية. ظاهرة العبور، ظاهرة العبور. وظاهرة العبور دي يا جماعة في منتهى الأهمية. السؤال اللي بعده بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. الشكل المقابل يمثل جسم موضوع أمام عدسة مقعرة، الشكل ده يعني، فتتكون له صورة في الموضع نقط 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طب ما أنا عشان أعرف يبقى لازم أرسم، بس خد بالك قبل ما ترسم. هنا بيقول لك عدسة مقعرة، وإحنا عارفين إن العدسة المقعرة مفرقة للأشعة، يعني بتفرق الأشعة. تعالوا نرسم كده ونشوف هيطلع منظرها عامل إزاي أو هيطلع الصورة فين. أول حاجة احنا لما بنيجي بنرسم ايه؟ شعاعين، واحد بيوازي المحور الأصلي والتاني بيمر بالمركز البصري. هنرسم الأولاني يوازي المحور الأصلي، دي عدسة مقعرة يعني مفرقة، يعني هتفرق الأشعة، هتفرق الأشعة، يعني الأشعة هتمشي في أي اتجاه بعيد عن البؤرة، فهتمشي كده مثلا. تعالوا ناخد كده امتداد الأشعة دي، والشعاع التاني هيمر بالمركز البصري وهينفذ على استقامته، وينفذ دون أن يعاني أي انكسار، يعني مش هيحصل له أي انكسار. تعالوا كده ناخد نقطة تلاقي الأشعة الحتة دي، يعني الجسم هيجي هنا في الحتة دي، الحتة دي رقم كام؟ 2، يبقى هنختار 2. السؤال اللي بعده بيقول لك الشخص سليم العينين يرى الأجسام بوضوح في مدى يتراوح بين نقط و6 متر. احنا عارفين ان الشخص السليم اللي عينيه سليمة بيشوف من 25 سنتي ل6 متر، يبقى هنختار 25 سنتي لغاية 6 متر. السؤال اللي بعده يرجع الاتساع المستمر للفضاء الكوني إلى نقط بمرور الزمن. الاتساع المستمر ده بسبب تباعد المجرات، كل ما المجرات تبعد عن بعض الكون يتسع. السؤال اللي بعده بيقول لك تأثر لابلاس عند وضع نظرية السديم بشكل كوكب نقط في الفضاء. طبعا زحل والحلقات اللي حواليه. السؤال اللي بعده مسألة تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى 5 متر كل ثانية خلال 2.5 ثانية، بينما تزايدت سرعة سيارة من 20 متر كل ثانية إلى 45 متر كل ثانية في نفس الفترة الزمنية. أيهما تحرك بعجلة أكبر؟ هنا بيتكلم عن عجلة وسيارة، وعايز يعرف مين اللي عجلته أكبر،
فاحنا هنجيب العجلة بتاعة الدراجة والعجلة بتاعة السيارة. نكتب له هنا دراجة وهنا سيارة، ونجيب العجلة بتاعت دي والعجلة بتاعت دي. بس هنكتب البيانات الأول. تحركت الدراجة من السكون، يعني عين 1 بصفر. وصلت سرعتها إلى 5 متر كل ثانية، يعني عين 2 ب5 متر كل ثانية خلال 2.5 ثانية، يعني الزمن ب2.5 ثانية. نجيب بعد كده بقى بيانات السيارة. السيارة من سرعة 25 متر كل ثانية، يعني عين 1 ب20 متر كل ثانية، إلى 45 متر كل ثانية، يعني عين 2 ب45 متر كل ثانية في نفس الفترة الزمنية، يعني في نفس الزمن. الزمن هنا كام؟ 2.5. هنا نفس الزمن 2.5 ثانية. نجيب بقى العجلة بتاعت الدراجة والعجلة بتاعت السيارة. كلنا حافظين القوانين. احنا قلنا قبل كده يا ولاد ان احنا المفروض نكتب كل القوانين في كشكول، ودايما نراجع عليها قبل ما نحل اي امتحان، لان ما ينفعش احل اي مسألة من غير ما احفظ قانونها. ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 بكام؟ ب5 ناقص عين 1 بصفر على دلتا زين، الزمن ب2.5. نعملها على الآلة، هيدينا 2 متر كل ثانية تربيع، عشان وحدة قياس العجلة متر كل ثانية تربيع. خدوا بالكم من وحدات القياس. نجيب بقى العجلة بتاعت السيارة، نكتب له نفس القانون بغباوته. هنقول له ج بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين، او ممكن تكتب القانون مرة واحدة، ما هو بتساوي عين 2 بكام؟ 45 ناقص عين 1 ب20 على دلتا زين 2.5 بتساوي 10 متر كل ثانية تربيع. ما تنساش وحدة القياس. وحدة قياس العجلة متر كل ثانية تربيع، لكن وحدة قياس السرعة متر كل ثانية بس. هنا بقى في المسألة بيقولك أيهما تحرك بعجلة أكبر. الدراجة العجلة بتاعتها 2، لكن السيارة 10، يبقى العجلة بتاعت السيارة هي اللي أكبر. يبقى هنقول له السيارة تتحرك بعجلة أكبر. السيارة تتحرك بعجلة أكبر. السؤال اللي بعده بيقولك استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. أول حاجة الكتلة والطول والقوة والزمن. الكتلة كمية قياسية، الطول كمية قياسية، الزمن كمية قياسية، لكن القوة كمية متجهة، يبقى المختلفة هي القوة. دي كمية متجهة لكن الباقيين كميات قياسية، يبقى هقول له الباقي كميات فيزيائية قياسية. رقم 2 فطر الخميرة، الهيدرا، اليوجلينا، الإسفنج. فطر الخميرة بيتكاثر بالتبرعم، الهيدرا بتتكاثر بالتبرعم، الإسفنج بيتكاثر بالتبرعم، لكن اليوجلينا بيتكاثر بالانشطار الثنائي. يبقى كلهم بيتكاثروا بالتبرعم ما عدا اليوجلينا هي اللي بتتكاثر بالانشطار الثنائي. يبقى هقول له الباقي كائنات تتكاثر بالتبرعم، كائنات تتكاثر بالتبرعم. السؤال اللي بعده رقم 3 جايب لك 4 أشكال بيانية وبيقول لك طلع المختلف فيهم. هنا العلاقة بين مسافة وزمن. مسافة وزمن يعني سرعة. طب يا ترى دي سرعة ايه؟ هنا خط منحني يبقى سرعة غير منتظمة، وهنا مسافة وزمن يعني سرعة، وده خط منحني يبقى برضو سرعة غير منتظمة، وهنا مسافة وزمن يعني سرعة، بس هنا بقى سرعة منتظمة. ليه؟ عشان هنا خط مستقيم، يبقى ده سرعة غير منتظمة وده سرعة غير منتظمة وده سرعة منتظمة. لكن رقم 4 الجسم في حالة سكون، خط مستقيم. طالما خط مستقيم يوازي المحور السيني يبقى هنا الجسم في حالة سكون، والعلاقة بين مسافة وزمن، يبقى هنا الجسم في حالة سكون، حالة سكون أو جسم ساكن.
ممكن اقول حالة سكون او جسم ساكن. سوري، ساكن. يبقى هنختار رقم 4. طب ايه اللي بيربط التلاتة دول ببعض؟ ده جسم ساكن لكن دول بيتحركوا، يبقى هقول له التلاتة دول تمثيل بياني لأجسام في حالة حركة. تمثيل بياني لأجسام في حالة حركة. السؤال رقم 4 بيقولك الحيوانات المنوية: البويضات، حبوب اللقاح، خلايا الكبد. الحيوانات المنوية والبويضات وحبوب اللقاح دول كلهم خلايا جنسية، لكن خلايا الكبد دي خلايا جسدية، يبقى المختلف هنا خلايا الكبد. يبقى هقول له الباقي خلايا جنسية، أو ممكن أقول له الباقي أمشاج. السؤال اللي بعده: اختر من العمود B ما يناسب العمود A. السنترومير، احنا عارفين ان السنترومير ده موجود في الكروموسوم، وهو نقطة اتصال الكروماتيدين ببعض. الكروماتيدين لو كده، السنترومير في النص، نقطة الاتصال بينهم. يبقى السنترومير نقطة اتصال الكروماتيدين مع بعض. يبقى 1 هياخد 5، 1 ياخد 5. رقم 2 قطب المرآة. احنا عارفين قطب المرآة اللي هو قاف. احنا عارفين ان قطب المرآة هو نقطة بتتوسط السطح العاكس للمرآة في النص ورمزه قاف. يبقى نقطة تتوسط السطح العاكس للمرآة. يبقى 2 هتاخد 4، 2 تاخد 4. اللي بعده الجسم المركزي. احنا عارفين ان الجسم المركزي دون هو اللي بيكون لنا خيوط المغزل اللي في الخلية الحيوانية. يبقى الجسم المركزي مسؤول عن تكوين خيوط المغزل في الخلية الحيوانية. يبقى 3 هياخد 3، 3 هياخد 3. اللي بعده رقم 4 المركز البصري. المركز البصري اللي هو رمزه صاد. احنا عارفين ان المركز البصري دون نقطة في بطن العدسة. يعني لو العدسة كده اهو، دي نقطة موجودة في بطن العدسة، يبقى المركز البصري نقطة في باطن العدسة تتقع على المحور الأصلي. رقم 4 هتاخد 2، يبقى 4 هتاخد 2. السؤال اللي بعده بيقولك حدد القطعة الضوئية. يعني ايه قطعة ضوئية؟ عدسة ولا مراية؟ مع بيان نوعها، محدبة ولا مقعرة ولا مستوية، اللازمة لتكوين. السؤال ده حله ازاي؟ هو هنا عايز يقولك يا ترى انا هستخدم عدسة ولا مراية، ونوع العدسة دي عدسة ايه، محدبة ولا مقعرة. طب لو مراية، مراية ايه، محدبة ولا مقعرة ولا مستوية. هو معنى السؤال كده. رقم 1 بيقولك صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم. ايه ده صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم، ده خواص الصورة المتكونة بالمرآة المستوية. يبقى اللي بيطلع لنا صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم دي المرآة المستوية. يبقى اختار مرآة مستوية. رقم 2 صورة تقديرية معتدلة مكبرة على الجانب الآخر للقطعة الضوئية. اللي بيطلع لنا صورة تقديرية معتدلة مكبرة حاجتين بس، يا إما المرآة المقعرة يا إما العدسة المحدبة. بس هنا خد بالك بيقولك على الجانب الآخر للقطعة الضوئية. طالما على الجانب الآخر للقطعة الضوئية يعني في الناحية التانية خلف المراية، يبقى دي مراية مقعرة، مرآة مقعرة. السؤال اللي بعده بيقولك في الجدول التالي، مديك الجدول دون وعايزك تكمله. رقم أ عايز السرعة ومديك المسافة والزمن. سهلة، احنا حافظين قانون السرعة. السرعة بتساوي المسافة على الزمن. مسافة على الزمن، المسافة ب100 والزمن ب2، يبقى 100 على 2 يدينا 50. رقم ب مدينا السرعة والزمن وعايز المسافة. سهلة، المسافة بتساوي السرعة في الزمن، يبقى 10 في 20 يدينا 200. السؤال اللي بعده بيقولك في المخطط التالي مديك الشمس و8 كواكب. الشمس مع الكواكب بتاعتها كلها على بعضها بنسميها المجموعة الشمسية.
المجموعة الشمسية دي تقع في إحدى أذرع مجرة إيه؟ المجرة اللي فيها المجموعة الشمسية اسمها درب التبانة. درب التبانة التي تتجمع مع غيرها مكونة. مجرة مع مجرة مع مجرة هيدينا الكون كله، يبقى الكون. أو ممكن نقول عليها عناقيد المجرات، لأن مجرة مع مجرة مع مجرة هيدينا عناقيد المجرات. يبقى يا إما أقول له الكون يا عناقيد المجرات، الاتنين صح. اللي بعدها بيقول لك قارن بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة من حيث نوع البؤرة الأصلية. احنا عارفين ان نوع البؤرة اتنين، يا إما بؤرة حقيقية يا إما بؤرة تقديرية. اللي في العدسة المحدبة دي حقيقية، لكن اللي في العدسة المقعرة تقديرية. يبقى العدسة المحدبة حقيقية، لكن اللي في العدسة المقعرة بؤرة تقديرية. يبقى أقول له هنا بؤرة حقيقية وهنا بؤرة تقديرية. رقم 2 قصر النظر وطول النظر من حيث مكان تكون الصورة بالنسبة للشبكية. يا ترى الصورة بتتكون فين؟ خلف الشبكية ولا أمام الشبكية؟ في قصر النظر أمام الشبكية، لكن في طول النظر خلف الشبكية. خد بالك، خلف فيها لام وطول النظر طول فيها لام. يبقى طول النظر الصورة بتبقى خلف الشبكية، لكن قصر النظر الصورة بتبقى أمام الشبكية. رقم 3 المشيج والزيجوت من حيث عدد الكروموسومات. احنا لسه قايلين من شوية ان المشيج اللي هو الحيوان المنوي او حبوب اللقاح او البويضة فيها نص عدد الكروموسومات، يعني ان. لكن الزيجوت فيها العدد الكامل من الكروموسومات. يبقى المشيج في نص عدد الكروموسومات اللي هو ان، لكن الزيجوت في العدد الكامل من الكروموسومات 2 ان، عشان الزيجوت عبارة عن مشيج مذكر مع مشيج مؤنث، يعني ان مع ان، فادانا 2 ان. رقم 4 الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي من حيث عدد الخلايا الناتجة. الانقسام الميوزي بينتج عنه 4 خلايا، 4 خلايا، لكن الانقسام الميتوزي بينتج عنه خليتين. آخر سؤال بيقول لك من الشكل المقابل اللي هو دون ما اسم الطور الذي يمثله الشكل؟ الشكل دون بيمثل انهي طور؟ طبعا الطور البيني، الشبكة الكروماتينية اهي، يبقى دون الطور البيني. بيقول لك 2 لماذا تمر الخلية بهذا الطور؟ هقول له لتهيئة الخلية للدخول في عملية الانقسام عن طريق القيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية، عشان كده الخلية بتعمل الطور البيني ده. يبقى هقول له لتهيئة الخلية للدخول في عملية الانقسام عن طريق القيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية ومضاعفة المادة الوراثية. وبكده نبقى خلصنا المحافظة بتاعت النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير وكل الكلام الجميل ده عشان كل محافظة نزلها يوصل لكم إشعار بيها. يلا سلام عليكم.